بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أي آياتها داوزياس لفضل إمام علي عليه السلام وجعفر الطيار، شديانا قبل الهجرة وبعد الهجرة يكشكل بنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان ما يك عهد قسيان بين خوان وخدا سبحانه وتعالى، أي عهد بدلني ودن، لأنه فركز جديدا عهود ديرت أو يك توجهات ديرت، بس دو آخر مثلا ظرفي تيد مليا يضغط تيد أي عهود وتوجهات يبدل بود، فلا دير على بعض بكين على مدى التاريخ فلا شخصيات. مثلا دونيد لقضية إمام حسين عليه السلام جماعتي بين لمدينة ومكة، والإمام حسين وبين، بس وقت الإمام حسين ود وكأني بأوصالي هذا تقطع وصلان فلوات وتبيان شاء الله أنه أنا أقتل وأهل بيتي يسباه دون أي كارجة غنائم دنيوي نيتي مناصب وكذا لإمام حسين وازا وردنا أو مجموعي كم ولي من دنو حفتة وسينة فرا وعائلة من دنو قال لي وتهات نرى كربلاء. بس قرآن وقت يشد فما بدلوا تبديلا، يعني وكأنما الصدق والخدا ودينا، عهد والخدا وصادقا والخدا. يكي نموذج لي جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب كإمام امرو صاحب الذكرى بعسكي من أبو الفضل سلام الله عليه، تشابه هس بين جعفر الطيار وبين أبو الفضل عليه السلام. جعفر الطيار لا وقعت مؤتة شهيد بودن، الشد خدا سبحانه وتعالى تعويضك، لأنه نيدت راية قبل كفدن راية الإسلام هذا سخويه. وطبعا صاحب الراية شقريكي بود مستميت بود شجاع بودن اقدام بياشتودن تا اخي لحظه يشت رايه قلنا كفتيه، رغم انه دانا سلي ودسي بالرايه شد احتضاني كرديه تا اخي لحظه تا اسلاماناتنا او باقي اسلاماناتنا رايه قال لي بردنا ديونن، يعني وشقلي قرديه سيني سي رايه اسلام بكفدن. فشد خدا سبحانه وتعالى تعويضي كرديه بجناحين، دو بلداس بي يطيروا معهما، يعني وبعض يطيروا بهما في الجنه مع الملائكه، هانا وجنة أي باليل والملائكة وحشر بودن. يشد كذلك أبو الفضل سلام الله عليه لمواقفي، والإمام حسين أو تا استشهادي تا هردو دسي برينا كفي العباس أدي مثلا شداء كربلاء ديني دوشون هاس مخصصة مقام الكف اليمنى ومقام الكف اليسرى، يعني مسافيش على بينها تقريبا كفنا بين حرمين، أو مثلا الاتجاه قبل إمام حسين أو كتريش أو اتجاه قسن. فدونيدن إمام أبو الفضل سلام الله عليه رأسيسا مرحلة كف خوي دائرة إسلام وفي سبيل رأي إمام حسين كفت، ورواية كبعث كذا شد أبو الفضل عليه السلام وولادي أبو الفضل مدينة بيا إمام علي عليه السلام شد مجلسي داشتيها، كان يحدث الناس مجموعي مؤمنين لايبين بما يذكرهم بالآخرة، باعتبار هر مجلسي إنسان مؤمن أخذني يشد مجالس شسن يشد يذكر الناس بالله عز وجل، يذكرهم بالآخرة، يخوفهم من النار ويرغبهم بالجنة. لا أقدر ترسني دائما وترغيب يعني كيف أنه خدا سبحانه وتعالى أعد للمتقين جنة، أعد للمتقين. فدونيد أبو الإمام أمير المؤمنين مجلسي داشتيها ويرجع ويك إعرابي قاتيها
وسياية سلام داية وسيا سبان سر إمام علي لمجلسه وتيا ما حاجتك شديد دا أي إعرابية وتيا أنت أعرف بحاجتي تواد بزان إمام علي تياند استعمال معجزة بك دشد إمام شد التفت إلى قنبر قال يا قنبر اذهب إلى سيدتك زينب ابنة فاطمة سلام الله عليه أو سلام الله عليهم أجمعين يكشوني قاس الصفط الفلاني الكيس الفلاني بتشو باري وباري باو تا حاجة اي بياوة بكي من بين اي بياوة حاجة جديدة للعربية الشد شي قنبر دا سقابي مال الإمام علي عليه السلام وتيا أمير المؤمنين يسلم عليكم في المكان الفلاني الكيس الفلاني بار تابعي أو شخص هاتي الإمام علي حاجة جديدة لا إمام علي شل أول نفتم يك جلبية يك وشي يك فرحي قامال إمام علي فسؤال كردنا متم كيس لما الإمام علي اللي خادم غيان فضة وتم بيش إمام علي عليه السلام إمام علي يك وليدي قرايبية كري قرايبية لجني فاطمة بنت أسد عفوا لفاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين فسيدة فاطمة دايق أبو الفضل كم يبعث وكيمن شد ناتي سمال إمام علي عليه السلام تانا أخوي بدل نكد وتي من أي ناومة فاطمة هيلت بكفة فكر إمام حسن وإمام حسين دايقيان فتغير يرام بكن كنية رام بنان كنية أم البنين فإشدهن قنبر هاتي سو وتي يا أمير المؤمنين يا أمانة تقسي كي سيوخدك ألف مكردي بس لما الدان يك وليدي منالي بيابيوك فرح يقام الدان فتبليغ كان شن منالي قراد بيا لفاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين فإمام هاتيسا وشد من الله قريسا باوش يعني أبو الفضل يشد وإذا به وشبعه إمام قرده ماشي كدن وقيردن شنبي يا أمير المؤمنين را قيردن يشد هذا دسيلي ماش كد أردو كفي يشد هذين الكفتين كفين يقطعان مع الحسين عليه السلام في نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه أيا قصي ولادي أبو الفضل سنة صال بسشش للهجرة روش شوار شعبان فمولد أبو الفضل بسشش هجرية تقريبا تا صال شل تقريبا صال شل استشهاد الإمام علي عليه السلام أبو الفضل هيك 14 صال عمري بيه 14 صال لحياة أبو الفضل والكيوبيا والباوغيوبيا وصال بنجا إمام حسن مجتبى عليه السلام استشهاد كذا عمر أبو الفضل بدا بسشوار لا واقع يطاف صال شخصيك دي أبو الفضل تقريبا سيشوار صال عمرية تكليفي كدي إمام حسين ويك كان كاريك يعني خوي سبحان الله أبو الفضل لأنه يقفر مطيع بيارا أهل البيت لما نالية وشد وقت إمام حسين أو تواسية بس بش نفتاد إمام حسين تينيجي أو تواد يشد سريع شيء أورا يورد يشد يقجا يقر بين ناس بانشاني منال بيو أورا إمام حسين أورد يقر بقى بانشاني طار كردية يشد إمام علي دي سيوتي سبحان الله وكأنما يتدرب لعاشوراء طبعا أهل البيت أخبار عاشوراء حاضر بي لأن رسول الله أخبار يعني كردية بأنه إمام حسين لواو حتى أخوي مشروع زواج أمير المؤمنين لدايك أبو الفضل العباس هذاك غاية داشتي وحتى ينجم لي غلام يحمل لواء كربلاء ينصر ولدي الحسين عليه السلام فتريد أحداث عاشوراء حاضرة لأهل البيت بعض المناسبة جار بعسي كرتنا وتي سبحان الله الولد وكأنما يتدرب على سقاية الماء أو يسقي أخوه الحسين دائما أسلوبي والإمام حسين إمام حسن وإمام حسين يعني أسلوب أبو الفضل أبد ونا أخوان نشر سيان وتسبان سيدي مولاي وأسلوب شر سيان أبد نوتي مثلا بجد أبا محمد بجد إمام حسن يا بجد بأخي حسن أخي حسين أبد دائما وسيدي ومولاي أو وتسبان يا ابن رسول الله ويشكله وليان تعامل كذا تايغرج إمام حسين عليه السلام يقنوا ويعتبر له كذا يا أخي نحن أولاد أمير المؤمنين لا دائما توتيجي بهم سيدي مولاي حس كم خد وكم تردوني دن أرى مثلا ويشك الله ما جيش من كر أمير المؤمنين من كر إمام علي عليه السلام وتيه ولكن أنا لست من فاطمة من دايم فاطمة زهرانية يوا أولاد رسول الله من دايم أم البنين وتيه خاص أي أسلوبه اللي هو المقصة كيدا يش دايم أم البنين أي لكل فير بيده باي اللي هو بشي دمن وتيه دايم فير مكان وترى مقيد
تو براغانة أولاد رسول الله هلا من عليه تو أو أنا حسن وحسين عليهم السلام أولاد رسول الله، فدائما يقنوعي ولا نقسكيت واحترام وتقدير وجدبيان سيدي ومولاي لبردم عالم شنو رايك وسانني وإن شاء الله تينا وتكملي بعد سلام كيمن. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد ما نلاقي أبو الفضل بسلام الله عليه ومواقف أبو الفضل والإمام حسين والأهل البيت. إمام حسين عليه السلام وقتها أهل كوفة راين حسين ويزيد بن معاوية داوي بي على لي كدن وتايو أي خوي كد بادرة مكة ولا مكة بادرة عراق. طبعا يك مجموعة مقاومات وهذاك لوان الجيش توادن يك تشتري تواد مثلا توادك وليو بودن عضد بودراي سند بودراي كي سندي بيها أبو الفضل سلام الله عليه. شو كان واجبات داعسة بيه مهم. أول واجب يكي الواجبات مهمة كان أبو الفضل بأنه كفالي العقيلة زينب كردية كفيل العقيلة زينب سلام الله عليه وتيمن لمدينة درنيتشم بدون كفالة وتيم موجودة كفيل أبو الفضل دوام أو كارمه مكان أبو الفضل عليه السلام كردية سيان وكأنما خوي حامي عائلة قبية مراعاة عائلة حماية واد مراعاة واد كارت وان بخير الرياريان خوي أبو الفضل مسؤولية اجتبية ولو مهمتر رايقة إمام حسين الدسيبي رايقة شل ما نساء نصر من الله وفتح قريب. أي نسان لباني راية الجزاف ناتية إمام حسين عليه السلام الشهد من التحق بي استشهد ومن لم يلتحق بي لم يبلغ الفتح لأنه سدرا بني هاشم أي رسالة اشتركت كف دور من استشهاد كد هر كسي والمنونية لم يبلغ الفتح يعني من شهيد الفاتح أني أنا شهيد الفاتح يعني معناه عبارة قتيت لقي رأي النساء نصر من الله وفتح قريب خاص نصر من الله وفتح قريب فركز فكر كده شد نصر شيء إمام حسين خوي شهيد بيو سري برين وأهل بيتي لواسا بكريا قشيان سري أمريا وشهداء قان شن نصر يجي إمام حسين توادي إمام حسين أولا أو نصر نيتواد نصر عسكري بعد يزيد زانت خوي أي مجموعة كم حفتان فر كم ترزيات نيتو ولا بردم جيش بني أمية بوسيات نصر يجي نوعي قال النصر وقت شون من يك أمة محمد اشتي خفتية ونيزان الموضوع قد شاس أي موضوع علاج كريد وخين موضوع خين من وخين مع حسين أي موضوع حل نيسي حل بأنه بشمة أمة محمد تريانا قتل لا نوع اعتيادية شرب الخمر لا نوع اعتيادية انتهاك حرمات لا نوع اعتيادية باور كان يكن بس شمل لصاحي فعلية لا كما وفي نفس الوقت توان ذلك إمام حسين كان قال بيعة بكدن بيعة يزيد بكد فشاء إمام حسين عليه السلام قال بيعة بكد وبيعة نكد هذا أوان كش نسي والدليل على ذلك إمام حسن سلام الله عليه إمام حسن راس بيعة معاوية نكردية صلح المعاوية كرد بس دواخر معاوية اختياري كرد من الممكن إمام حسين عليه السلام بيعة يزيد نكرد بمن دار المدينة اختياري كرديان فإمام اختيار شكر اختيار ساحة مواجهة كرد لا ساحة مواجهة وتجيش جيوش مثلا بشي من طبعا تواد كان مقاومات يتواديك حامل الراية راية أبو الفضل سلام الله عليه راية قالوا سوتي من نصر من الله وفتح قريب أي نصر فركة سلاخ مثلا ديوني من محور مقاومة لمنطقة قمان امثال أي محرمة مزامنة كرت والانتصار الجمهورية الإسلامية لبان إسرائيل وصهيونية حقيقة مزامنة كرت كفنا وليك سبحان الله ديونيت فركس يشد مثلا تصور كردية مثلا إيران أو نصر شس أولا نصر إيران شسن محور مقاومة خوي إداري كاد هيك شني أحرار العالم ستمشي إيران كانت تمشانا كإعلام أي باطلة أي بعسكرية دن تنا شني أحرار هس كان صهيونية ناسن وأرض الموعد وتنا من النيل إلى الفرات ترى جزء إلى أوروبا شدتي أي زوي قوراك بعسي كان أي نصرة ك
لوقت إمام حسين تا إسا من دي سورا محور مقاومة نصر شاس نصر وجوده نصر بوسيد ضد طغيان يعني سكيتو ندن لي عصرها بشدة صهيونية العالمية كأمريكا شوني وغربها شوني واستقبال عالميها شوني كان اللوبيات سن حكومات ترى صهيونية يهودي داري كان كيتو لوردميان بوسيد إيران سبحان الله لوردميان وسيا مجبور بين خوان وتنا أمريكا بلا بشدة إيران حربها بوسيدو وإلا ترى إيران مستمر بها وحتى أخير لحظة إيران داها سليان قبل وقف إطلاق النار وكان ساعات إيران كان صاروخي داها سليان. عموما ثبات إيران ووجودي يخشوا كي قلناوشو أعداء آل محمد حقيقة يعني وخضوع نكرد وخانعنا ويلي كان صالة يتشل صالة زياتر جمهورية إسلامية خضوع وخنوع نيسي رأي جماعته تطبيع نيسي وجماعتي تر جوني سبحان الله مجريات الأمور أو تاريخ يعيد نفسه عادي خويكل والشكليتر فرد جماعتي بين موجود من العصر الإمام حسين ترى بيعي يزيد كردن وزانسن يزيد جنا وين لقصة كردنا وتن يزيد عبد الله بن زبير سكن مهرا كردنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أنا موجود بين بيعة كردن خاص هو تني إمام حسين توش بيعة بك وحقن دمك إمام وتبي مثل لا يبايعوا مثله لا إله لا كربلاء وقت من لقان إمام حسين تيني جانبي أو مثلا احتياجي تشتي كان دائما توجهي أرى أبو الفضل باعتبار إمام حسين إمام معصوبة والرمزية ديرت وعمريش كمي قوراس بنجو حفصة العمرية فلا تشيش لإمام حسين نتواسنا فلا تشتي يعني عائليا ورعايتوان يا إخواردنا يا آوة دائما توجهي أرى أبو الفضل فدونيت روش عاشوراء وقت أصحاب إمام حسين كشين وأهل بيتي بس أبو الفضل واليومينات دوني من لغان رسينا مرحلة كانوا يتلاطمون يعني لطم كان ويبكون ويتصارخون قيجنن من العطش عطش شديدة قيش كسي تحمل عطش نيكر شي لما منبر سبحان الله يم ساعات يرى إمام حسين قصة كيد أو كمي لاوني دو تينا قد بودن شي لي أبا عبد الله لي أو لبركة أو إمام حسين بخويدن سبحان الله مرتبطا أهل البيت والآو منع كريان لآو دوني من لغان أو تواستنا وأبو الفضل تمشاكت أهل بيتي براغاني أولاد عمومتي قشيان كشيان خاص لي موقف أبو الفضل كان دفع وتيس إمام حسين إذن لي أن أبارزهم درب شمرايان وتيس بي لا قبولنا كرد إمام حسين وتي إذا أنت ذهبت آل جمعي إلى الشتات يمكن كاني أهمية بي إلى إمام حسين فركز أي راية للشر راية تشت كمي جنيه لدسكي قومودن وخوي أبو الفضل وتنيا شت كبش الكتيبة خوي حقيقة تمثيل جيشي كردية إذا مثلا دوني لجاهلية بعث كان فلان كان يقابل 1000 فارس ترى أبو الفضل لوابية يعني مئات الفرسان للي ترسيانة شد إذا أنت ذهبت آل جمعي إلى الشتات أنت حامل لوائي وكبش كتيبتي إمام حسين جدبي لا أخيرا وشد إن كان الأمر هكذا فاطلب قليلا من لهؤلاء الأطفال من الماء كم يأورهم بتوا فيشد أبو الفضل سلام الله عليه امتثال كرده أمر إمام حسين وتوجه إلى جهي فراد كرد كعمر بن حجاج الزبيدي لباني بي و4000 فارس نامي لباني 4000 بس في سبيل إمام حسين وأهل بيتي وأصحابي نرسن لآوة بخوان أبو الفضل يشد كشفهم معنانية وانقشام بوشدن يعني يشد هستا لي هالراكر دي هستا لي مواجهين كري هستا لي كشتيسا وسيفة جاي كشفهم ووصل إلى الماء وصل إلى المشرعة يعني رسيس آوغا حتى الرواية اسمها شد وكيف خوي بكل اطمئنان رايقة ركز كردية أي رايقة رب من البرس ركز رايقة كردية قربة قبر كردية كجود يقول يوبيا جود عفوا قربة النبي جودة قبر كردية وضعوا على عاتق يعني ناس يبان شان أي جاقة كردية فارس وقت الشركة خوي لكربلاء محاصر بينا أو نبي هي الدوسير رجع محصورا أو محاصرا أو ندنا بيان شد دزبر ديا اخترف غرفة من الماء كم أول قردية بخواد شد تينيجي إمام حسين كفت فكري والخوي وشوت وتيا نفسه من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني أتشربين بارد المعين وهذا حسين وارد المنون تالله ما هذا من فعال ديني ولا فعال صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين يشد وقلنا أخوار ديا رمى الماء على الماء وقلنا أخوار مواساة إمام حسين عليه السلام كرد
وجود قال باشاني بهاتو سريع أشد كانوا يقاتل ويهرول بالرصد وقبار ذرا خيمة جاي إمام حسين شن عمر بن سعد زانس شد بتبيان أيا قال إمام حسين ليه بخوت ترى يفني الجيش على آخره خاص أيانيش نيتون المواجهة أبو الفضل بكان شن فكم من له عدو حكيم بن طفيل ويكي تردون فرن شخصنا هيجد كمن له من وراء نخلة شكن مواجهين كان وكأنما تنرى إلى جهة يمين تين مبادرة كان رأسا رادس أبو الفضل سلام الله عليه دني دس راسي برني أي جاودس شبلان شركة أخذ السيف بشماله ودس شبله شركة إجا يكميترين دس شبي برن حتى كلمة ديرج إلى أن قطعتم يميني إني أبدا أحامي عن ديني وعن إمام صادق يقيني نجل النبي طار الأميني جايشد إلى أي ببغيهم قطعوا شمالي فيا رب أصلهم حر النار إلى أن سلام الله عليه استشهاد بود ولو برنامج كمان أونا مجال ديرد نتونسي من زيادة البعث بكين أبو الفضل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.